السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. تحت الطلب ديال بعض المتابعات جبت لكم هذا الخبز هذا اللي خالي من الكربوهيدرات، خالي من السكريات، وخالي من أي مصدر ديال السكر. بالنسبة لهذا الخبز هذا ممكن أنكم تاكلوا منه الكمية اللي بغيتوا، كيحسسكم بالشبع. كذلك كيجي هشيش بزاف، كيجي رطب بحال شي كيك، كتقدري انك تستمتعي به بحال الا كتاكلي خبز عادي يعني. هانتوما كتشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي هشيش. كيبقى هذا من أفضل أنواع الخبز اللي ممكن يعتمدوها مرضى السكري أو مرضى السيلياك اللي ممنوع عليهم نشويات وسكريات كثيرة. هنا كتشوفوا فيه البابا، يعني تقدروا تغمسوا به، تقدروا ديروا به ساندويتش. انا كنديرو بحال دي برغر، كندير في وسطو هكا يا اما البيض الا كنت غادي نفطر به في الصباح، او لا الا كنت غادي نديرو في الغدا كندير كفيته في الوسط مع شويه ديال الخس. ممكن انك دهنيه باش بغيتي وتفطري به، يعني خبيز. هانتوما كنبين لكم اللي بايت، شوفوا كيبقى رطب ما شاء الله. ديك البابا ديالو ما كتيبسش كاع. المهم غادي نبدا معكم بالوصفه اللي سهله بزاف واقتصاديه وغنيه غنيه بالبروتين والالياف. وكما العاده الا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ما ترديش تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك كل جديد. غادي نحتاجو حبوب شيا اولا بذور الشيا، ملعقه ونصف. هاد لي نوا بافو غتلقاوهم في جميع المحلات التجاريه، الثمن ديالهم كيكون مناسب، خصوصا الا كنتي انت الوحيده اللي دايره هذا الريجيم في البيت ديالك. يعني راه يقدر الكيلو يجلس لك اكثر من شهرين، حيت غير معلقه ونص باش كتوجدي جوج خبزات. هانتوما كتشوفوا البنات كنطحنوا مزيان حتى كيرجع بحال اللي بزار، يعني ملي كطحنيه. غادي ندير بيضه واحده، غادي نزيد عليها غير شويه ديال الملحه بحال كتملحوا لومليط، وكنخفقها حتى كتطلع تماما بحال غادي نديرو اون جينواز. ضروري ما كتخفقيها مزيان. انا هنا راني خدمتها 5 ديال الدقائق. المهم واخا تشوفوا الفيديو طويل ولكن راه ساهل. هذا الخبز هذا الا وجدتيه ما فيه لا دليك لا حتى شي حاجه، غير العيب الوحيد ديالو انه ما ديريهش يتجمد في الكونجيلاتور. يعني الا باتت لك شي وحده وكليتيها لا غد ليه ماشي مشكل، ولكن ما تجمديش حاجه اللي فيها البيض، ما تجمديهاش. يعني ما غاديش يخسر ولا غادي يدير، ولكن صحيا ماشي مزيان تجمدي حاجه اللي فيها البيض. هنا خفقته حتى تحول القوام قوام كريمي على شكل موس. غادي نزيد هذيك بذور الشيا وغادي نحرك ديليكاتمون باش ما كنهبطش الخليط. كيف ما كتشوفوا معايا من التحت للفوق حتى كيتجانسوا، ما تقلبوهمش بزاف، صافي غير دغيا راه كيتجانسوا. من بعد غادي نزيد عليهم 2 غرام ديال خميره الحلويات. ما تكتروش البنات خميره الحلويات، يعني ديك الساشيه غادي ديري بها حتى ل4 ديال العجنات. هانتوما غير شويه. وغادي نحرك بهذا الشكل اللي كتشوفوا. هنا غادي نكون سخنت الفران ديالي على 180 درجه، وكناخذ لي غام كان باش غادي ندير جوج كيف ما قلت لكم كيجيوني زوينين هكا للساندويتش. نتوما الا بغيتو ديروا وحده كبيره او لا بغيتو ديروهم في قوالب اخرى، ممكن انكم تضاعفوا الكميه، كيف ما ممكن انكم ديروهم في اي مول توفر عندكم. هاد القوالب هادي دهنتهم بشويه زيت الزيتون ولا زبده. نتوما ممكن انكم ديروا كاع ورق الزبده الا خفتوا يتلصقوا لكم. صافي غادي ندخلهم للفران بعد ما كنرشهم بالزنجلان. انا كثرت الزنجلان باش هكا يعطيني القيمه الغذائيه ديالو. نبغي نزيدكم معلومه بالنسبه للناس اللي ما غاديش تعجبهم النكهه ديال البيض. الا كنتو غتاكلوا هذا الخبز مع الحلو فكديروا له شويه ديال الفاني. الا كنتو غتاكلوه مع المالح فكديروا بودره الثوم او بودره البصل. كتخليوه يطيب 15 دقيقه بالضبط، من بعد كتطفيو عليه وكتغطيوه بشي منديل، كتقدموه وقت الحاجه. تهلاو فراسكم بزاف، ما تنساونيش بجام.